بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك للوطن العربي كله، مبروك للمملكة العربية السعودية، مبروك لنادي الهلال ومجلس إدارته، مبروك للاعيبة الهلال وجماهير الهلال تحديدا. النهاردة يوم تاريخي، يوم عظيم، يوم أنا عن نفسي بقول إن النهاردة الهلال خد البطولة بعد ماتش النهاردة وماتش ريال مدريد. انا اول مرة طبعا نعمل فيديو على كاس العالم للأندية، بس النهاردة لازم اعمل فيديو. لازم ليه؟ لان بصراحة لازم الفريق ده ياخد حقه. الفريق ده فريق عظيم، فريق محترم، فريق كله لعيبة على اعلى مستوى. اقسم بالله سواء في ماتش الريال او الماتش اللي بعديه او باتشوكا او ماتش النهارده، ده فريق اوروبي. هو ده الكلام، ده الاستعداد، ده اللي الناس محدش يعرف عنهم حاجه. راحوا في هدوء وصمت تام ومركزين، عشان كده بيخشوا مع الهلال بيخشوا مع الريال تاني. النهارده بيكسبوا السيتي 4-3. السيتي بهالاند ومرموش وكل الرجاله، كل الرجاله اللي احنا، وطبعا جوارديولا وكل الكلام ده. النهارده لعيبه بتدي دروس، فرقه بتدي دروس. فرقه الهلال النهارده بتدي دروس في التركيز، في الباص، في اساسيات الكوره، في التحول من الدفاع للهجوم في اسرع وقت. الجون التاني يا جدعان معمول زي ما الكتاب بيقول، من لمسه الراجل قطع الباك حطها للراجل انفراد من نص الملعب، من لمسه واحده، لا في عك بقى ولا تقف وتدي لده وترجع للجون وتطلعها في القاوت وبعد كده تموت بصوا على الفرقه، فرقه كوره عالميه اقسم بالله. وتخلي بالكم اتظلموا في الجون الاولاني. في ناس بعتالي بتقول لي لا اصل القانون، قانون ايه؟ قانون إيه ان الراجل يعمل الكوره كده بايده تتصلح قدامه وبعدين يعملها بالعرض؟ يقول لك لا اصل هو لو جاب جون، اصل القانون الجديد بيقول لك لو هو اللي كان جاب جون كانت هتحسب لمسه يد. هي لمسه اليد دي مش هي اديته احقيه وان هو استفاد منها، ان الكره لما عملها كده بقت قدامه عملها بالعرض ردت جت جون؟ يبقى استفاد منها ولا ما استفادش منها؟ قانون ايه ده؟ لو في قانون زي كده يبقى اللي عمل القانون ده جاهل وما عندوش فكره. اقسم بالله جاهل وما عندوش فكره. ده انا والله العظيم، والله العظيم لو شفته مش عايز اقول هديله قلمين، هدي للي عمل القانون ده قلمين. الراجل واخد الكرة كده، واخد الكرة كده بقت قدامه، ضرب بيها الديفنس عشان يعملها بالعرض، والحكم ما راحش للفار. هو الحكم ده بتاع ضربة الجزاء بتاعت زيزو، ما روحتش للفار ليه؟ مش عارف. المهم النهارده احنا قاعدين بنتفرج، السيتي بيمسك كرة بيقعد ينقل زي ما احنا عارفين بقالنا فترة. الكرة اللي هي ما بتاكلش عيش دلوقتي، الكرة اللي ما بتاكلش عيش. والفرقه بتاعت الهلال بتمسك كرة تك 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 وعالجون، تك 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 وعالجون. ده في واحده كانسيلو النهارده بعد الجون الثاني والنتيجه 2-1، لو عملها بالعرض ما شاطش في الضيقه بقت 3، وكانت بقت تبقى بعد كده 4 و5 و6. اقسم بالله اللي هو طمع فيها دي وشاطها في الضيقه وطلعت جنب المقص الشمال لحارس المرمى. عايزين نتعلم يا رجاله، عايزين يعني منظومه. شوف الدوري بتاعهم خلصان امتى. وخلي بالك الهلال دوت مش بطل الدوري السنه دي، الفرقه دي والامكانيات دي كلها وهو مش بطل الدوري. امال بقى الاتحاد يبقى عامل ازاي لما الهلال بالشكل ده والمستوى ده والكره الحديثه دي والكره اللي هي الشامله دي، ولا ياخد دوري ولا ياخد ابطال اسيا؟ واحد خدوا الدوري خدوا الاتحاد، وابطال اسيا خدوا اهلي جده، وهو ما خدش حاجه السنه دي ويظهر بالمستوى ده. ده فرقه جباره. ده شابوه بقى المجلس الاداره بتاع الهلال، شابوه للعيبه، شابوه طبعا للجماهير اللي هي زحفت وراهم، اللي هي واثقه فيهم، اللي هي عندها ثقه في اللعيبه دي ومن حقها. وانا بقول لك الماتش اللي جاي بغض النظر عن النتيجه، يعني الماتش اللي جاي في دور الاربعه اللي جاي دوت بغض النظر بقى عن النتيجه،
احنا في دور ال 16، في دور الثمانيه اللي جاي. بغض النظر عن النتيجه، اقسم بالله انتوا ابطال، انتوا فعلا شرفتوا الكره العربيه. انتوا، انا عن نفسي النهارده كانكم خدتوا البطوله، والله العظيم كانكم خدتوا البطوله. انتوا فريق عظيم، فريق محترم، مش الناس اللي راحه بمزيكه حسب الله وفرقه حسب الله وما فيش معسكر وانفلات في اللقاءات التلفزيونيه والاحاديث والنفسيات اللي كانت في الملعب. النهارده لو في نفسيات ما فيش الا كره كانسيلو، بس لو في نفسيات النهارده ما كانوش كسبوا. كله بيلعب على قلب راجل واحد، محدش بياخد اللقطه، محدش، يعني اهم حاجه الفرقه اللي تكسب. فعشان كده بانوا بالشكل اللي هو الفريق الجماعي، الفريق المحترم، الفريق اللي هو بيتحول في ثانيه من الحته الدفاعيه للحته الهجوميه. ده في كام كوره النهارده لو اتلعبت بسرعه اجوان، لو رقص واحد على واحد اجوان. يعني حاجه النهارده ادوا درس عظيم لفرقه السيتي اللي هي بتمسك الكوره تيرين 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 وتتقطع ويرجعوا تاني تيرين تيرين تيرين. حتى الاجوان اللي جابتها السيتي اقسم بالله سلق بيض. يعني الجون الاولاني هاند بول، الجون الثاني بتاع هالاند عملها وردت من الباك، رجعت له تاني حطها. الجون الثالث اللي هو بتاع فودي ده ولا اسمه ايه، دي برضو انا ممكن احمل ياسين بونو اللي هو نجم المباراه النهارده، ان هو كان طلع خدها زي اخر كره كده اللي طلع خدها وريح الناس، وبعد كده الحكم صفر بعديها. بس على العموم ان الفرقه النهارده بتاعت الهلال ادت الدرس، ومبقاش بقى في حاجه اصل احنا جبنا 4 في بورتو، ده احنا عملنا انجاز. ده الانجاز، ده الانجاز. بطوله منظومه بتبدا صح وتنهي صح، مش لنادي واحد. يعني انت تخيل ان النادي ده مش واخد الدوري هناك، الشكل اللي احنا شايفينه النهارده بتاع فرقه الهلال ده ما خدش بطوله السنه دي هناك في السعوديه. وشوف الدنيا عامله ازاي، المنظومه كلها بتشتغل للفرق كلها مش لفريق واحد. ها، ورايح بدري ورايح من بتاع. انا كان نفسي والله العظيم الاهلي، اقسم بالله كان نفسي ان هو يعدي يخش دور ال 16 ويوصل دور الثمانيه، لان دي حاجه هتشرف مصر وهترفع من قدر مصر ولاعيبه مصر وكل حاجه. انما احنا عندنا منظومه بصراحه هي اللي عامله فينا كده. عرفنا بقى الفرق بيننا وبين اي دوري غير الدوريات بتاعتنا. اي دوري في العالم بصوا عامل ازاي والدوري بتاعنا عامل ازاي، عشان المحسوبيه. يا ريت بس نتعلم النهارده وان احنا نعمل لكل الفرق عشان يبقى عندنا منتخب قوي وفرق قويه. الناس مش هين عليها ان بيراميدز يبقى قوي، مش هين عليها الزمالك يرجع وينافس. عايزين دوري فعلا. انت السنه دي في السعوديه مين بينافس؟ الاتحاد والاهلي والهلال والنصر و7 8 فرق بينافسوا على الدوري. احنا عندنا فرقه واحده بس، والفرقه التانيه عمالين يقصقصوا في ريشها عشان ان هي ما تقفش على رجليها وبس. ربك كريم خدوا افريقيا ولسه في كلام في الدوري. على العموم يعني انا كان نفسي اعمل الفيديو ده، انا من فرحتي اقسم بالله وان فعلا الهلال شرف الكره العربيه والافريقيه والاوروبيه. اقسم بالله لما يمسك السيتي النهارده يكسبهم 4، ايه ده يا عم؟ ايه الحلاوه والجمال ده؟ ايه الصفاء النفسي ده؟ ايه الناس اللي بتشتغل عشان ان الفرق بتاعتها ومنتخبها يبقى اقوى من كده؟ النهارده في حوالي 6 7 لعيبه ولا 8 لعيبه محترفين، بس لعيبه بجد، لعيبه لعبه السيتي زي ما الكتاب بيقول. هو ده اللعيبه المحترفه اللي المفروض، مش احنا بنجيب لعيبه وتاني اسبوع نمشيها واخر الموسم نمشيها وياخدوا 3000 3 مليون دولار و4 مليون دولار و5، ورايحين نجيب لعيبه كسر ولعيبه اصلا محليه هي دي اللعيبه. شفت الراجل اللي هو في نص الملعب ده النهارده معلم؟ اقسم بالله انا لو من جوارديولا لاخده. والله ان النهارده الراجل اللي هو كان صانع الالعاب في الفرقه بتاعت الهلال دي، والله العظيم لو جوارديولا ده راجل بيفهم لازم ياخده. والله ده راجل بيلعب السهل الممتنع، اللي هو عمل الجون الرابع اللي هو جات له الكوره وعملها
في الجون، والجون صدها وراحت للفيرود رونالدو وحطها وكملها. والله العظيم انا لو مكانه لاخد الراجل ده يلاعب لك السيتي، هو ده بقى اللي يلاعب لك الفرقه بجد. وبعدين جوارديولا النهارده نزل رودري وقام جاي مطلعه. ايه يا عم انت بتخرف؟ انت خرفت ولا ايه؟ ده انت عندك فيه 2 3 اصلا وقعوا بدني، انت منزل الراجل اللي منزله ده بتنزله مكان لا، احسن عشان تستاهل، لانك الغرور وحش. مبروك للهلال، مبروك للكرة السعودية، مبروك للوطن العربي بأكمله. أنا بصراحة فرحان ومبسوط ومنشكح والهلال ده اللي راح في صمت ومركز، عشان كده وصل دور ال8 بالشكل المبهر اللي هو عامله ده. مش في فرق واخده افريقيا، ولا كأن في قنوات وفرق واخده الزمالك خد الكاس، ولا في المهم هو نادي واحد بس، كله طلع وراه، وزي ما طلعوا زي ما رجعوا. فمبروك للكرة السعودية ومبروك للهلال، مباراة عظيمة وماتش عالمي النهارده. شكرا واشوفكم قريب ان شاء الله.